أحب إذا كان عندي ضيوف أهتم بجميع التفاصيل، خاصة إذا الضيوف كانوا ضيوف الوالدة. ومن الأشياء اللي جهزتها هذه الصينية الجميلة عبارة عن 4 أنواع من التمر المحشي، وفي الوسط تمر صفري بيشة. بما أن عزيمة الوالدة كانت كبيرة وفيها تقديمات كثيرة وأيضا أطباق على العشاء، ما لحقت أصور لكم الطريقة بالتفصيل، لكن راح أرتب معاكم الصينية. أول شيء نظفت الصينية بشكل جيد، والآن راح أنزل تمر صفري بيشة. شوفوا تبارك الرحمن جمال التمر. راح أحطه في الوسط علشان أرتب حوالين التمر. سويت التمر بنكهة الفستق ونكهة جوز الهند ونكهة الورد وأكيد النكهة العادية، ورتبتها بهذه الطريقة. وفي آخر لحظة رفعت العلبة من على صفر بيشة علشان يظل محتفظ بهذا الشكل الجميل والمرتب. وكذا سويت صينية تمر فاخرة تجمل الوالدة عند ضيوفها. وبالنسبة للطعم طعمه جدا رائع. سويت معاها 3 صوصات: الصوص التقليدي المعروف، وأيضا صوص الفستق، وصوص الورد. والحمد لله إن أعجب ضيوفنا وأعجبتهم النكهات الجديدة.